Wind is one of the most important factors that architects and engineers must consider when designing tall buildings. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين ان شاء الله مع بعض، بنحل امثله كتيره بتغطي اغلبيه الكيسز اللي عندنا بنقابلها في المباني. دلوقتي عندنا كيس، عندنا مالتيبل روف، يعني في كذا بارت مثلا من المبنى متكرر، بحيث ان انت مثلا ممكن المبنى مش هيكون كله اسطمبه واحده. يعني انا مثلا هيكون المبنى عندي مثلا مش جزء مثلا بالمنظر ده كده لوحده بس، لا، ممكن يبقى في جزء تاني مكمل، مثلا في جزء مثلا يكون فيه طالع مثلا بميل، ممكن يكون فيه واجهات عاملة بأشكال تانية مختلفة. طبعا بالتالي ده ليه حسابات مختلفة، فبندي examples. وطبعا الكيس اللي بتكون عندك هي ديت اللي انت بتحاول ان انت ايه بتشوفها في الكود، الكيس الابليكابل عليها. ممكن تلاقي مثلا مبنى عامل كده اشكال مثلا متعددة، ممكن يبقى الشكل التاني بالمنظر ده كده، تمام. يكون عندك حاجة مثلا ممكن 2 ليفلز، أشكال كتيرة متعددة. بندي اكزامبل بحيث إن هي تغطي أغلبية الكيسز اللي إحنا بنقابلها، تمام. هنا الاكزامبل ده اللي إحنا هنشوفه النهاردة، هو بيقول لك والله محتاج إن أنت تحسب لي الويند بريشر على كلوزد شيلتر، بس الشيلتر دي نفس الاكزامبل اللي فات. يعني أنت لو فاكر الاكزامبل اللي فات، إحنا خدنا الجزء الأولاني، البارت الأولاني اللي هو ده. في الجزء ده هيبقى فيه بارت 2. يعني احنا الجزء اللي فات كنا خدنا بارت 1، تمام. هنا في بارت 2. طب ده بنقابلها؟ ممكن بنقابلها. ممكن يكون انت عندك في جزء اوفيسز هنا وجزء كرين، يعني ورشه جنبك مثلا، ورشه بتصلح عربيات مثلا، والمباني بتاعت الفنيين مثلا والمهندس والعمال في جزء تاني. طيب هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي الويند دايركشن في الاتجاه ده، تمام، بيتاثر على الشلتر ديت. ارتفاعها هنا 10 متر، هنا مثلا 15 ودي 15. اوكي، الاسبان بتاعك كام؟ 10 متر. طيب تعال نشوف كده بقى، هنحسب يعني الكيس هتبقى مختلفه ازاي، تمام. طبعا هي نفس يعتبر الاكزامبل اللي فات، احنا بس جاست بنوري ايه الديفرنس، بس مش ان احنا الهدف ان احنا ايه ان احنا نعمل مسألة مختلفة كل مرة، لا، احنا بس بنشوف والله لو عندي الكيس دي ايه اللي بيختلف والكيس دي بيختلف ايه، عشان تبقى سهل في دماغك ان انت تعرف تقارن. طيب هنا اول حاجة هو بيقول لك ايه اللي قالها لنا في المسألة، ان انت دلوقتي الشد بتاعتنا ديت موجودة فين؟ موجودة في القاهرة، الاسبان بتاعها 10 متر وهي موجودة في القاهرة. نفهم من ايه؟ بنخش في جدول اسمه 7-1 ده، بيقول لي مثلا المدينة ايه في ايه اللي هي القاهرة، وسرعة الرياح بتاعتي كام؟ 33 متر بير سكند. الوحدات هتلاقيها موجودة هنا. فخلاص يبقى انا دلوقتي ايه 33 متر بير سكند. طبعا لو هم قالكش هي موجودة فين، ممكن تاخدها اكسبوجر كاتيجوري بي، الا اذا كانت هي موجودة مثلا في سيتي سنتر تبتدي تاخدها كاتيجوري سي. بعد كده المفروض ان احنا هنروح نحسب الخطوة الاساسية بتاعتنا، ان احنا نحسب المين ويند بريشر. طيب المين ويند بريشر فيها هي المعادلة الاساسية دي، نص رو في سكوير سي تي في سي اس. قلنا يعني هو تقريبا هي نفس المعادلة اللي احنا بنكررها كل مرة، تمام. قلنا السي تي بتاعتنا بواحد لان هي فلات جراوند، تمام. وفي نفس الوقت السي اس بتاعنا اللي هو دايناميك ستراكشر فاكتور ده بواحد برضو، لان هو في الاخر دي شيلتر صغيره، هي اقل من 60 متر، وهي مش حاجه فليكسبل، تمام. مش حاجه هي سلندر وتول وفليكسبل، لا، هي نورمال شيلتر عاديه، فالسي اس بتاعنا بواحد. وبالتالي هنا بنقول مثلا ان انت عندك دلوقتي السي اس بواحد والسي تي بتاعتك بكام؟ بواحد. طيب الحاجة التانية بقى احنا بنقول ايه؟ بنقول دلوقتي ان احنا خلاص قلنا السي بتاعتنا، السي تي بتاعتنا بواحد والسي اس بواحد، تمام. خلاص يبقى انا دلوقتي عندي الحسبة بتاعتي نص رو في سكوير في واحد في واحد، تمام. الفي عندي بكام؟ ب 33 متر بير سكند. حسبت الايه؟ المين ويند بريشر 0.68. اتبقى لنا ايه؟ محتاجين هنضرب الرقم ده في حاجتين اتنين، ان احنا نوزع الويند بريشر ده على سطح المباني دي كلها، على جزء الحيطه المقابله للمبنى وعلى الروف وعلى الجزء ايه، نشوف بقى تاثيره على بقيه الايه مالتيبل روف. طيب في حاجه مهمه جدا هنا محتاجين ان احنا ناخد بالنا منها، هي الفا. احنا قلنا اعتبر السطح بتاع الروف بيعتمد على زاويه ميله.
كل ما تكون الزاويه ديت افقيه يبقى عليه سكشن، كل ما الزاويه دي تكون اقرب ان هي تبقى فيرتيكال بيبقى عليها ايه؟ بريشر. وده منطقي، بتتعامل نفس معادله من ديت. تمام. ولو هي افقيه خلاص بيبقى عليها ايه؟ سكشن. تمام. طب هي تان الفا هنا بكام؟ لو احنا حسبناها نلاقي تان الفا بتساوي نص، 1/2 اللي هي ايه؟ نص. كويس. دي خلي بالك من ديت عشان احنا ايه؟ هنستخدمها في بقيه الحسابات. يبقى احنا المين ويند بريشر 0.68 وتان الفا ايكوال نص. طيب تعالى كده بقى نشوف بقى هنحسب ايه تاني. هنحسب بقى توزيعة الويند بريشر. فعندنا دلوقتي الاكسترنال ويند بريشر بنحسبه على كل ايه؟ السيرفيسز. طيب دلوقتي نخلي بالنا احنا دلوقتي عندنا الكيس بتاعتنا اللي هنلاقيها في كام؟ في شكل 7-3 ب. تمام. اللي هو الشكل ده. تمام. طيب الشكل ده هو عبارة عن ايه؟ هو بيقول لك انا دلوقتي ده الروف الاولاني او الجزء السيجمنت الاولاني، وبعد كده وايه؟ متكرر. قال لك خلاص الحسبه بتاعته ديت نفس الحسبه بتاعت لما يكون عندك ايه؟ مبنى واحد. طيب اللي بيختلف ايه؟ الروفs اللي بعد كده هتلاقي السي بتاعتها نيجاتيف 0.5 ايا كان بقى شكلها عامل ازاي. فخلاص كل ده بعد كده نيجاتيف ايه؟ 0.5 لان في الاساس هو الفورتكس اللي هتحصل في الجزء الاولاني ده. بعد كده خلاص يعتبر هيبقى كونستانت بعد كده. حلو. بالتالي الجزء الاولاني هنرجع لنفس الشكل بتاعنا ده للجنرال كيس للسلوب دروف. بنحسب التان الفا اللي احنا قلنا ايه بتاعتنا بنص هنا، وندخل في الجدول الكيرف الجميل ده. طيب بتدخل هنا بتاخد ايه؟ نص. النص ديت هتخبط في الكيرف هنا وهتخبط في الكيرف ايه؟ هنا اللي هي النقطه دي اللي هي نص، تطلع فوق وتحت. طيب تحت دي تجيب لك ايه؟ نيجاتيف 0.6 دي سكشن، وفوق بوزيتيف 0.2. تمام. دي الكيسز اللي هنستخدمها فين؟ الكيس الاولاني والكيس الثاني. طب ايه الاخرانيه ديت اللي هي المالتيبل روف اللي هي بالمنظر ده كلها ايه؟ بنيجاتيف 0.5. طيب الجزء بتاع الويند وورد ده تمام 0.8، والجزء بتاع اللي وورد الاخراني ده نيجاتيف 0.5. اوكي. ده كده الكيسز بتاعت الاسطح. انت عندك كنا قلنا خلاص ان انت عندك المين ويند بريشر بتاعتك 0.68. يعني هقول له مثلا دلوقتي مثلا عندك المين ويند بريشر قلنا ان هي كام؟ 0.68. وبالتالي 0.68 دي كده خلاص هستخدمها وهضرب في الاخر على كل سطح السي اي بتاعته المقابله ليه. وبالتالي هنا انا دلوقتي 0.68 في 0.8 هتديك 0.855 ديت ايه؟ ديت بريشر على السطح ده. طيب المقابل ليها ايه بعد كده للروف؟ هتلاقي نيجاتيف 0.41 اللي هو بايه؟ سكشن برضه. طب دي عليها كام؟ دي زي دي نيجاتيف 0.5. هي في الاخر ليه وورد، فالجزء ده ليه وورد والجزء ده ليه وورد، نيجاتيف 0.5 ونيجاتيف 0.5. طب الجزء ده هتلاقيه كام؟ ده برضه نيجاتيف 0.5، هتلاقيه طالع لايه؟ لفوق. دي الكيس الاولانيه ان انت عندك دلوقتي ايه؟ ان انت عندك السي اي بتاعتك ب نيجاتيف 0.6. القيمه اللي هي انهي؟ اللي هي في القيمه دي نيجاتيف 0.6 في 0.68 ديك ايه؟ نيجاتيف 0.41 اللي هي ايه؟ السكشن في الاتجاه ده. طيب الجزء بقى الثاني، الكيس الثانيه اللي هي دي اللي هي في الاخر ايه؟ هتبقى نفس كل القيم الثانيه واحده. الويند وورد 0.8 في 0.68 هتديك 0.5 ما اتغيرتش، دي زي دي. تمام. طيب واللي وورد هي 0.5 تمام في المين ويند بريشر هتديك 0.35 اللي هي القيم دي. طيب دي طبعا ده شامل ايه؟ اللي وورد ده واللي وورد ده نفس القيم هنا ونفس القيم هنا. طيب الجزء بتاع السطح ده تمام هو قلنا ايا كان هو هتبقى نيجاتيف 0.5 عليه سكشن، فخلاص هي 0.35 هنا و 0.35 هنا. طب ايه الاختلاف بقى بين الكيس دي والكيس دي؟ الكيس بتاعت السطح الاولاني، يعني احنا كانك انت هتحل المساله الاولانيه وهيبقى في كيس ثانيه ان السطح بس ده مختلف. هتلاقي اللي هي كام؟ اللي هي بوزيتيف 0.2 اللي هي ده 0.2 في 0.68 هتديك ايه؟ 0.14 بس بريشر. خلي بالك انا ممثل لك الشكل دلوقتي، هتلاقي اللي هو شكله موف ده بريشر، والشكل اللي هو الاخضر ده كله سكشن عشان يسهل لك الدنيا. فهتيجي تلاقي ان هنا كل اللي عليه بريشر اللي هو الويند وورد طبعا في 2 كيسز،
وهنا السطح اللي عليه بريشر. تمام، ده الاختلاف بين التو كيسز. طيب انا ممكن يبقى انا عندي مثلا الزاويه دي قليله يعني بوينت 1، يعني مثلا هي واحد اسلوب 1 ل10، وده الكومن في الشيلترز والشدات 1 ل10 1 ل12، فمعناها ان انا هكون هنا، فهيبقى عندي انهي كيس؟ عندي الكيس دي بس، ما عنديش الكيس دي. اوكي، فالكومن ان انت يبقى عندك ايه؟ كيس واحده، مش عندك تو كيس. انا جبتها لك تو كيسز بحيث ان انت لو عندك سؤال تبقى خلاص فهمت الاثنين دول. انت في الغالب بوينت 4 دي كبيره يعني، مش رقم قليل، احنا زي ما قلنا ممكن توصل 20 درجه، فديت 40% ديت ما حدش بيعمل الاسلوب ده قوي الا اذا كان المعماري يطالبه في وجهات معينه. لكن لا، اغلبيه الحاجات في الستيل هو جاست ان هو بيعمل الاسلوب بتاعه 1 ل10 او ماكس 1 ل20، ده كدرينج يعني عشان لو مطره نزلت ولا بتاع ان هو يصرف في اتجاه الرينج جردر ديت، الرينج جتر وداون سبوت اللي بتبقى موجوده هنا. تمام، لكن مش اكتر بكده، ده الفانكشن بتاعتها او الهدف بتاعتها، الا اذا كان هو مثلا ايه عاوز يكبر هنا ويعمل مثلا فتحات تهويه او فتحات اضاءه في الشكل ده، فساعتها بيبتدي يكبر، يزود زاويه ميل الايه، الروف. تمام، فبالتالي ده الاكزامبل زي ما قلت لك، هو الويند ان شاء الله هو تعويض مباشر، وتبقى انت عارف بس انهي كيس اللي انت تستخدمه. زي ما قلت لك هي يعتبر خطوتين، خطوه بتحسب بيها الويند بريشر، والخطوه الثانيه بتضربها في السي اي والكي. طبعا الكي هنا احنا قلنا الاكسبوجر بي 1، فالدنيا ما اختلفتش. تمام، وهيبقى اختلاف بس السي اي، وتعمل اساينمنت ايه للود. ان شاء الله بقى اشوفكم في المحاضره الجايه مع اكزامبل جديد بنحاول نغطي اغلبيه الكيس، وبرضه لو في حاجه في الاكزامبل ده مش مفهومه او في المحاضرات اللي فاتت ممكن تتواصلوا معايا على اي حاجه من وسائل التواصل الاجتماعي. اشوفكم المحاضره الجايه ان شاء الله، واشوفكم على خير ان شاء الله.